السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. عملت لكم النهارده البيتي فور بطريقه سهله وخفيفه جدا جدا، اي حد يقدر يخش يعملها في المطبخ. والمقادير ان شاء الله تكون مظبوطه معاكي، وبالسمنه من غير زبده ومن غير زيت، عشان الزبده طبعا بقت مكلفه قوي، فاحنا بنحاول احنا نوفر شويه. زي ما انتم شايفين كده، شايفين البيتي فور دايب معانا خالص ازاي. طعمه تحفه، احلى بجد من بتاع المحلات. لو جربتوه والله بطريقتي دي مش هتبطلوا تعملوه خالص. نخش بقى على المقادير كده ونقول هنعمل ايه. اول حاجه انا عندي هنا 4 بيضات، عندي هنا 300 جرام سكر بودره، وعندي كيلو سمنه وكيلو دقيق. تمام كده، هنمشي بالخطوات واحده واحده. اول حاجه المفروض ان احنا نضرب السمنه، والسمنه تكون بدرجه حراره المطبخ. انا هنا غلطت والسمنه كانت عندي لسه ساقعه، فطبعا يعني الموضوع ده كان هيبوظ معايا الهاند بلندر خالص. انا حطيت هنا السكر البودره على السمنه، فنخلي بالنا لازم تكون السمنه بدرجه حراره الغرفه. هدوب كده السمنه مع السكر، بس هنلاحظ ان الهاند بلندر مش هيمشي فيها عشان لسه تقيله. فهاخدها على العجانه على طول واضربها. العجان الحمد لله ضربها كويس لحد ما هديت. انا سبتها في المطبخ شويه لحد ما خدت درجه حراره المطبخ. بعد كده هنزل بيضه بيضه، طبعا البيض ده حط عليه 2 باكت فانيليا. هنزل بيضه بيضه لحد ما يختفوا. شايفين السمنه عملت معانا فوم؟ الفوم ده هو اللي مطلوب. اول ما تختفي انزل بالبيضه التانية. البيض كامل بالصفار بالبياض، ما حطيش صفار بس او بياض بس، لا البيض كامل كده. البيضه التالتة، وطبعا انا حاطه عليه الفانيليا من قبل ما احطه. ودي كده اخر بيضه حطيتها. واضربهم بقى كويس حوالي 5 دقايق. كل ما يعلى معانا الفوم كل ما يبقى الخليط معانا كويس. هنا بقى عندي كيلو دقيق هنخله. طبعا انا قلت لك قبل كده ان عمليه النخل دي مفيده وممتازه جدا لرفع الدقيق. هنا كيلو بالظبط. قلت هنخله الاول، لو احتجت عليه انا ببقى شايله على جنب. لازم شايله كوبايه، الكوبايه دي حوالي ربع كيلو بالظبط. وهحط زيها كاكاو لما اجي احط الجزء اللي هو بالكاكاو. عندي هنا بحط بيكنج باودر، شايفين نص معلقه صغيره. مش هيخليه يرفع معانا قوي، ومش هيبقى هش ولا حاجه جامد بسبب بيكنج باودر، لا بس هو لازم في الوصفه، بيخليه كده قوامه كويس. هنخل بقى الدقيق كله. بعد ما نخلته بقى بحط عندي هنا الدقيق في حاجه كبيره، وابتدي بقى ان انا انزل الخليط اللي عندي. بصوا الخليط كريمي وناعم، هي زي المحلات اللي بيعملوه بالظبط. مش كل المحلات بتشتغل بزبده، ومش كل المحلات بتشتغل بسمنه بلدي. انتي تقدري تعملي كل حاجه في البيت بسعر اقل وكميه بتبقى كبيره. يعني الكيلو ده مثلا بيعمل حوالي كيلو 600 جرام، فاحنا طبعا المستفيد بالفرق. هنا نزلت كل الخلطه، حالفه ان انا ما اسيبش حاجه خالص في البوله. نزلتها كلها، والخلطه ما شاء الله الفوم بتاعها تحفه. هبتدي بقى ان انا اخلطها بس كده على بسيط، مش هقلب تقليب جامد. هنا احتجت لما لقيتها ناعمه معايا، احتجت كوبايه الدقيق اللي انا كنت شايلاها على جنب، رحت حطاها كلها لان لقيت لسه الخليط ناعم قوي. بصوا ناعم ازاي. فطبعا مش هيمسك معانا في الشكل واحنا بنعمله، هيسيح خالص ومش هيبقى ليه لازمه. فرحت حاطه كوبايه الدقيق. يبقى انا كده مقاديري كلها يعتبر كيلو وربع دقيق، على المقادير هي نفس اللي انا عملتها. هبتدي اقلب بقى تاني، مجرد تقليب بس، انا ما بعجنش. انا كنت ممكن ان انا اقلبهم في العجان تقليبه بسيطه، بس قلت لا كده بالايد احسن، لاني بحس العجينه وانا بعمل بيها. طبعا العجينه الجزء اللي فيه دقيق ابتدى يتقل، والجزء التاني لسه. انتوا برضو على حسب نوع الدقيق. لو نوع الدقيق كويس مش هتعوزوا ان انتوا تحطوا دقيق كتير. كده قلبتها كلها. اهم حاجه بصوا الجزء اللي انا بقلبه تقيل ازاي، اللي هو حطيت فيه الدقيق، والجزء اللي هنا ده لسه ناعم. هخلط بقى كل المقادير دي كويس قوي مع بعض كده، مجرد تقليب بسيط. واشتغلوا بايديكم عادي يا جماعه. العجن ده بيبقى حاجه جميله قوي، ويعني بتدي الواحد تشجيع. مع ريحه المخبوزات في البيت بيبقى ريحتها حلوه قوي، فبتشجعك ان انت تخبزي في البيت. كده خلاص يعتبر الخليط انا لميته كله، وما شاء الله تحفه وريحته جميله جدا. هبتدي بقى ان انا اقسمه بالنص عشان اعمل جزء بالشوكولاته، والجزء التاني اعمله زي ما هو كده يبقى بالفانيليا. طبعا الجزء اللي احنا هنضيفه بالشوكولاته ده
لازم اشيله في مكان لوحده. شيلته هنا رجعته في البولة، وهجيب كوباية كاكاو خام غير محلى وهفضيها كلها. طبعا بقى الكاكاو الغير محلى ده بيبقى غامق، فممكن تحطي كوباية او كوباية الا ربع كاكاو اسباني. هنا بقى خلاص كنت قلبته، هنا فاضل بقى الجزء ده. هبتدي ان انا اشكل. انا عندي اقماع وعندي المسدس بتاع المكنه بتاعه البيفور. بشوف هنا الرسمه ذات نفسها هتظبط معايا ولا لا، بعمل لها الاول اختبار. لو الرسمه ساحت هحط لها دقيق تاني، اتظبطت يبقى خلاص كده زي ما انتم شايفين، يبقى انا عملتها كده الرسمه والنقشه زي ما هي، فخلاص كده يبقى تمام، العجينه نجحت معانا. عندي هنا بقى ده اللي يعتبر المسدس بتاع الاشكال. عندي كل الاشكال دي اللي انا اعمل بيها اي شكل. طبعا هي سهله في الاستخدام خالص، بس برضو انا بحب اشتغل بايدي. يعني هنا عندي كده عملت كور صغننه عشان اعمل شكل الورده. ودي اسهل حاجه لو انتي ما عندكيش قمع او ما عندكيش مثلا مكنه بيتي فور او اي حاجه، تقدري انتي تشكليها بايدك بمنتهى السهوله وبسيطه خالص وبتدي شكل. ومش شرط ان انتي تلزقيهم في بعض، لو عملتيها كده بس خلاص. شايفين شكل الوردة شكلها حلو ازاي؟ وانا بحب كل حاجة في الحاجات دي يكون مقاسها صغير، علشان اللي ياكل حاجة ما يتبقاش منه او تترمي تاني. فاللي ياخد حاجة يدوب ياخد حاجة بسيطة وياكلها، ما يتبقاش منه حاجة تاني. هنا عملت واحدة كلها الدايرة بتاعتها شوكولاتة، وواحدة الدايرة بتاعتها كلها بالفانيليا. وبتبقى سهلة اوي في التشكيل، ممكن اي حد من الاولاد يشكلها معاكي، فتبقى بسيطة وهتتعمل بسرعة رهيبة. يعني مش هياخد معاكي اكتر من ربع ساعة. كده خلاص شكلت بقى، بعمل كذا شكل. هرجع تاني بقى اعمل اللي هو الشكل الرخامي، كنت عاملاه قبل كده في فيديو. بجيب هنا واحدة بيضة وتكون واحدة كاكاو، واحدة بيضة واحدة كاكاو، واروح ايه قلبهم في بعض، بعملهم كده زي نص دايرة كده بالعكس. نفس الخطوات دي سهلة جدا، بس هي كده بالظبط طلعت معانا بالشكل الجميل ده، كأن فيها حركات كده. نشيلها بقى ونحطها في الصينية، وبعد كده نكمل الباقي. انا بحب اشتغل بايدي وبحب اعمل الشغل ده كله بتاع البيتفور بايدي. يعني دي كده بالقمع بتاع البيتيفور اللي هي الاشكال دي. وفي طبعا اشكال انا عاملاها اللي هي اليدوي دي. عامله بقى مقاسات صغننه خالص ده هنا بالمكنه بتاعه البيتيفور. عايزه اقول لكم ان الشكل الرفيع ده اتكسر معايا، لكن الشكل اللي انا دوست عليه بالمكنه تقيل شويه طلع مظبوط. بنحطه على درجه حراره 180 او 170 حسب نوع الفرن. بتقعد من 10 ل 12 دقيقه حسب برضو نوع الفرن. وبنطلع تطلع من الفرن نسيبها تبرد شويه، وبعد كده نحط فيها مربى ونحط لها بقى الشوكولاته او نرش عليها شوكولاته، وهي بتبقى ما شاء الله جميله ودايبه، مش محتاجه اي حاجه تاني. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. كان معاكم نهى بدرة من قناه ست الستات للاكل والحلويات. كل سنه وانتم طيبين.